السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا واصحابنا اصحاب مبادرة تعالى دمياط. اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. لما بتبقى حاجة جميلة او حاجة فكرة جديدة بنحاول نصنعها، بنكون مبسوطين وفرحانين عشان نطلع لحضراتكم منتج كويس وقيم من مدينة دمياط. الموضوع ما بيبقاش سهل يا جماعة، يعني بيحتاج دراسة ومقاسات وابعاد وايدي عاملة تصنع افكار الديزاينر او المصمم اللي عمل الشغل ده. جوه الفيديو ده هفرجكم صالون هتسمعوا فيه كتير قوي فوق ال 40,000، ده شور يعني، ده كلام اكيد. احنا هنبيعه من داخل مبادره تعالى دمياط ب 35,000 جنيه وعليه فري شحن اي مكان داخل جمهوريه مصر العربيه. يبقى تاني هنبيع الصالون ده ب 35,000 جنيه وهنعمل له فري شحن داخل جمهوريه مصر العربيه. بس عشان نبدا الفيديو هنصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قلبنا في التعليقات، ويلا نتفرج على الصالون. اولا كده يا جماعه، الصالون هنلاقيه مختلف قوي عن النيو كلاسيكات اللي طالعه جديده الايام دي. هي حلوه ومرغوبه ومش بقول فيها اي حاجه، لكن ده ذوق بقى مختلف. ده الذوق يعني هيرجعنا تاني بالنظر كده للذوق الكلاسيكي بتاع زمان. يعني المخدع ده انا عبده اسامه اول مره اشوف ده في حياتي. منظر الاستقلابات دي كده، والقماش ده البطانيه يا جماعه اللي هو الترند الايام دي بقاله فتره، تلاقي حاجه محترمه. حتى تشكيله الورده نفسها في القيمه هتلاقيها لذيذه قوي. لفت نظري كمان ان الكنبه من قدام من تحت ومن فوق، من تحت من هنا من عند الارض دي شجره، دي كانها سبحان الخالق، دي كأن جذع شجره والله. حتى اللون غامق، حتى الاكسوديه، حتى الترابي، معمول الدهان ده على النظام القديم يا جماعه. فكرني بوالدي الله يرحمه، كان بيعمل القناصير. هات الترابيزه برضه تحفه قوي ودق جميل جدا. هو انا اول مره اشكر في صالون كده صراحه، بس انا مستغربه. حته لذيذه قوي. حتى مخدع الكنب من الخارج هنلاقي حاجه ما شاء الله، الله اكبر. حتى تخانه الخشب عاطيه اختلاف عن الشغل الترندات النيو كلاسيك. كنا زمان كنت بسال والدي، اقسم بالله العظيم حصل، اقسم بالله حصل، بقول له يا بابا يعني هم بيعملوا القديم ده ازاي؟ قرب كده يا شريف، ما هو ده ايه ده؟ ايه ده يا جماعه؟ ده فن ده يا جماعه ده، والله العظيم ده فن في دمياط. تسلم الايدي اللي صنعت يعني. قال لك ده كل حاجه بيعملوها بسلك مواعين بقى ويرشوا تراب وهكذا، وعشان يطلعوا لك الفن بقى مع الكوشنز اللي هو ترند دلوقتي، فوطه بالاشكال الالترا مودرن. عاطيني حاجه راقيه جدا بالسعر 35 يا جماعه، ومعاه شحن داخل جمهوريه مصر العربيه. وريني كده الفوتيه كده وجماله كده ورقته كده، استقلابات ودوران وورود وحاجته، والدوران تحت والدوران فوق يا استاذ شريف. حاجه تحفه قوي. يعني اول مره من زمان اقف على صالون كتير اشوف، اتفرج، يعني مش عارف اشرحه. ده برضه تحفه. شوف جبت الداخل ده يا شريف. الصالون ده يا جماعه فيه تفاصيل كتير قوي. في كتير مننا بيحبوا الموبيليا. الصالون ده فيه تفاصيل كتيره ما شاء الله. يعني برضه لمحت كده هنا، بص الدقه دي، بص الدقه دي ما شاء الله. يعني رزق اصحاب النصيب يا جماعه. مش بشكر في الشغل، يا رب ذوق انا يعجبكم، لان هو انا حبيت الصالون فحبيت ان انا اعمله باستقلاليه. طب شوف الرخامه، يعني برضه اختيار الرخامه مع الدهان مع، مش عارف يعني. حتى الرخامه بص عليها كده لان تستحق منها ذلك. شوف والنبي شوف الدمياطي عمل ايه. انا اول مره في حياتي اشوف ده. دي حلقات يا جماعه زي اللي هي كانت بتنزل عادل على طول. اول مره والله كعبد اشوفها في الرخام. يا رب يكون الصالون عجبكم. اخر حاجه افكركم مبادره تعالى دمياط. احنا يا جماعه شباب دمياط لمينا نفسنا 107 معرض ووصلنا. نحاول نبيع الموبيليا بسعرها الرئيسي وسعرها الحقيقي خطه للناس. الصالون ده مثلا عندي على القناه بسعر 34,000 جنيه. بنحاول نبيع الموبيليا بسعرها الحقيقي، بنحاول نفهم الناس، نعرف الناس الفرق بين الشغل الفئه الاولى والفئه المتوسطه. كمان بنصنع الشغل العموله، بنجدد شغل البيت اللي عندك، نرجعه لك نفس الشغل ده. ازاي تتعامل معانا وتشتري مننا؟ بتتواصل معانا عن طريق ارقام المبادره. بتشرفنا بمدينه دمياط، بتحرك معاك بنفسي بين الموديلات والاكواد اللي حضرتك اخترتها، او بتشتري اونلاين عن طريق حسابنا في البنك الاهلي المصري او فودافون كاش. عبد اسامه زياد، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.